الحمد لله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين، فكان من عربيته ما أصاب أعراب الجاهلية بأعظم الاندهاش والذهول، وكان من بيانه وفصاحة ما يبهر العقول وتعجز عن قوامضه وأسراره الفحول. والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، النبي الأمي إماما أفصح الثقلين لسانا وأعزبهم بيانا، وعلى آله وأصحابه الذين جندوا أنفسهم لحماية القرآن فوضحوا غريبه وبينوا مشكله وجلوا متشابهه وفتقوا أسراره وعجائبه. المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين. وما زلنا مع مقال كتبه الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار، وهو بعنوان الصراع حول اللغة العربية في داخل وخارج البرلمان الإريتري. والأستاذ إسماعيل هو من أبناء مفتي ديار الإريتريا الأول إبراهيم مختار رحمه الله. فتوقفنا في خطاب المفتي إلى مندوب الأمم المتحدة في إريتريا حول اللغة العربية، عندما جاء مندوب الأمم المتحدة لكي يعرف مكانة اللغة العربية حام أو جال معظم أراضي إريتريا، وعرف أن اللغة العربية لها دور كبير. وكان للشيخ إبراهيم مختار لقاء معه وكتب له هذا الخطاب. حضرة صاحب المعالي مندوب الأمم المتحدة بأسمرة بالإشارة إلى محادثاتنا الشفهية لدى مكتبكم في 30 يونيو 1950، وطلبكم مني كتابة ما قلته لكم شفاهية في موضوع اللغة العربية. أتشرف بإفادتكم ما يأتي. أولا، يوم حضوري لديكم قد طلعتم على عدة نماذج من المطبوعات العربية من الصحف والقوانين وغيرها التي طبعتها الحكومة الإيطالية والإثيوبية والبريطانية في هذا القطر وفي الحبشة. وما أطلعتكم عليه نموذج من الصحف العربية التي طبعت في إريتريا منذ ابتداء الصحافة إلى هذا اليوم. ثانيا، بعد رجوعي من مكتبكم، هذا قول الشيخ إبراهيم مختار مفتي الديار الإريتريا الأول، قال: بعد رجوعي من مكتبكم قد قرأت في بعض الصحف العربية عدة مقالات ومباحث في اللغة العربية وأحوالها وتاريخها في هذه البلاد، واكتفاء بذلك كنت أميل بترك الكتابة إليكم في موضوعها، حيث أصبح الواقع معلوما لديكم من قراءتها آراء الشعب الإريتري الإسلامي، غير أني وفاء لواجب العهد فقط أحرر إليكم هذا. ثالثا، اللغة العربية هي اللغة الحقيقية لمسلمي إريتريا والحبشة، كما أنها أقدم جميع اللغات الموجودة الآن في إريتريا، واللغة الوحيدة التي يستطيع الإريتريون أن يتواصلوا ويتفاهموا بها مع شعوب ودول إفريقيا وآسيا وغيرها من القارات الأخرى، بخلاف سائر اللهجات الموجودة في القطر والتي كانت كلها لسانية فقط إلى ما قبل 70 عاما، حيث أن الكتابة بها حديثة في طور الإنشاء ومسافة استعمالها في داخل إريتريا محدودة. رابعا، الطائفة الإسلامية في إريتريا تتكلم وتكتب وتقرأ باللغة العربية وتستعملها في جميع أمورها المختلفة من عصور بعيدة المدى. أذكر لكم أمثلة من استعمالاتها بين المسلمين. ألف،
يستعملونها ثقافيا في مختلف مدارسهم، سواء كان تدريسا دينيا أو تدريسا علميا، وجميع صحفهم تصدر باللغة العربية. وتاريخ ابتداء الصحافة في إريتريا منذ 24 عاما تقريبا، ومن ذلك الحين إلى هذا اليوم ما زالت تصدر الصحف بالعربية كغيرها، حتى بلغ عدد الصحف التي صدرت بالعربية من بدئها إلى هذا اليوم 14 صحيفة، ما بين يومية وأسبوعية وشهرية، منها 5 حكومية والباقي صحف حزبية وفردية. هكذا تواجد اللغة العربية في إريتريا قبل إيطاليا وبعد إيطاليا. وحكومات إريتريا في العهد التركي والمصري كانت تكتب وتنشر ما يخص الأهالي باللغة العربية فقط، حيث لم تكن هناك لغة كتابة في غيرها في إريتريا في ذلك العهد. ثم بعدها ما زالت الحكومات التالية لها تكتب وتنشر بالعربية، وجميع ما يخص المسلمين سواء كانت الحكومة الإيطالية أو الحكومة الإثيوبية أو الحكومة البريطانية، كما أطلعتكم على نماذج من ذلك، وكما ترون في سير الإدارة المحلية وصنيع معاليكم في نشراتكم أيضا. المسلمون يستعملونها دينيا وأخلاقيا، حيث يوجد في إريتريا حوالي 500 مسجد و4000 خلوة قرآنية، وجميع أذكارهم وتلاوتهم للقرآن وأذانهم للصلوات فيها كلها باللغة العربية، حتى خطب الجمعة وخطب العيدين هي باللغة العربية. ويوجد فيما بينها 40 جامعا يلقي الخطباء فيها 40 خطبة باللغة العربية أسبوعيا، وما زال في كل يوم جمعة، وهي كلها في تقويم أخلاق العامة وتحذيرها من الأعمال المخالفة للدين والقانون والنظام والآداب. يستعملوها عائليا، فإن جميع الوصايا وأنسابهم وتواريخ أجدادهم ومراسلاتهم كلها بالعربية. يستعملونها تجاريا وفي المعاملات، فإن جميع عقودات المسلمين من شركات ورهانات ومديونات وحسابات تجارية كلها تكتب بالعربية. ويستعملونها قضائيا، فإن جميع المحاكم الإسلامية تكتب وارداتها ومحاضر قضاياها وسجلاتها وأحكامها ومراسلاتها وغير ذلك باللغة العربية. وتوجد في المحاكم المذكورة اليوم سجلات مضى عليها قرابة قرن في القضايا وغيرها، ويوجد منها في محكمة مصوع وحدها فوق 60 مجلدا، وكلها قبل العصر الإيطالي الذي كانت فيه محكمة مصوع مرجع الحقوق القضائية في تلك المدينة قبل العصر الإيطالي وإلى هذا اليوم. طبعا تعتبر أو تعد مدينة مصوع أقدم مدن أريتريا. يستعملونها اجتماعيا، فإن جميع المنظمات الإسلامية سواء كانت ثقافية أو رياضية أو سياسية أو قومية، إنها تكتب دساتيرها ولوائحها ودفاترها ووثائقها وتلقي محاضراتها كلها باللغة العربية، كما يشهد لكم بجميع ذلك الواقع المحسوس وكتب التواريخ. ومن هذا كله يتضح لكم أن اللغة العربية هي لغة المسلمين من عهود قديمة في هذا القطر، وأن من يسعى لمنعها عنها إنما يريد أن يحارب حقوق الإنسان أكثر مما يحارب حقوق المسلمين. كما ذكرنا من قبل، ما زالت هذه الحكومة تحارب اللغة العربية، ولكنها الآن توقفت، ولم تتوقف ولكن
جعلت لها مركز لتعليم اللغة العربية في مدينة أسمرة. وثقتنا في عدالة معاليكم وعدالة هيئة الأمم المتحدة عظيمة ومتينة الأركان لنيل المسلمين حقوقهم كاملة. حرر في صباح يوم الخميس 25 ذي القعدة 1370 هجرية الموافق 27 أغسطس 1951 ميلاد مفتي إريتريا وقاضي قضاتها ورئيس محكمة الاستئنافات الشرعية وإبراهيم المختار. إذن هذا يبين لنا مدى تاريخية اللغة العربية ووجودها في إريتريا في خطاب الذي أعده الشيخ إبراهيم مختار لمندوب الأمم المتحدة، خطاب المفتي لطلب استمرار تدريس اللغة العربية. كذلك هذا الخطاب الثاني يقول فيه حضرة صاحب المعالي نائب حاكم عام إريتريا تسفى يوهانس في تمام الساعة 4 من مساء يوم الخميس 7 جمادى الثانية 1383 الموافق 22 من أكتوبر عام 1963 قد تحادثت معكم في موضوع اللغة العربية وقلت لكم ورد إلى المعهد الديني الإسلامي خطاب مزيل بإمضاء مفتش المدارس الخاصة والتبشيرية أتومس جنة، ومعه نشرة محتوية على 9 فقرات لنظام التعليم الصادرة من وزارة التعليم الأمبراطورية الإثيوبية، هذا بعد إلقاء الاتحاد الفيدرالي وضم إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا. وهي تتضمن أنه ابتداء من مسكرم شهر 9 يقصد 1996 سيكون إعطاء الدروس باللغة الأمهرية ابتداء من الفصل الأول، وقد أطلعتكم على نفس الجواب والنشرة. وخطاب المفتش طلب من المعهد تنفيذ ذلك رغم أن مدرسي المعهد لا يعرفون شيئا من اللغة الأمهرية. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. نواصل من قطع من الحديث في خطاب للمفتي ديار الأول إبراهيم مختار لوزارة التعليم طلب تدريس اللغة العربية في المعاهد بعد أن قررت إثيوبيا منع اللغة العربية تدريسها في المعاهد وإبدالها باللغة الأمهرية. فيقول وقد أطلعتكم على نفس الجواب والنشرة، وخطاب المفتش طلب من المعهد تنفيذ ذلك رغم أن مدرسي المعهد لا يعرفون شيئا من اللغة الأمهرية فضلا عن تدريس القرآن والعلوم الإسلامية بها. ومن ناحية أخرى فإن صحيفة الوحدة الحكومية اليومية نشرت في عددها الصادر يوم 10 من أكتوبر 1963 ما يأتي: بموجب البرنامج الجديد ستدرس جميع المواد في المرحلة الأولى باللغة الأمهرية، يعني لا لغة عربية ولا لغة تجرينية. فالنشرتان المذكورتان قد أدخلت في نفسنا الخوف لئلا يتجاوز أثر ذلك إلى الدين الإسلامي في هذا القطر، حيث أن تعاليمها كلها تستمد من اللغة العربية، وحرمان الناشئة الجديدة من تعلمها سيؤدي حتما إلى ضعف نفوذه في نفوس تلك الناشئة وفي الأجيال المقبلة تدريجيا. وكما لا يخفى عليكم فإن اللغة العربية لمسلمي هذا القطر هي لغة التعبير العام
لمختلف وجوهه دينيا ودنيويا، كما أنها لغة التفاهم العام مع الشعوب المجاورة لهذه المنطقة من أبعد العصور إلى هذا اليوم، حتى الاستعماريين في عصرهم لما رأوا أنها لغتهم الوحيدة قد أصدروا مرسوما لتعليمها لهم بصفة إجبارية، علاوة على أن المراسيم الصادرة بعد ذلك في شأنها بإجماع سكان هذا القطر كما هو معلوم لديكم، ولذلك فإن من حقهم على الحكومة أن توفر التربية والتعليم بها، أي يقصد اللغة العربية، حيث أنها أقوى من غيرها في تنمية الشخصية الإنسانية لهم، وذلك طبقا للمادة 26 وغيرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ميلاد، ومادة 29 من ميثاق أديس أبابا لمنظمة وحدة الدول الإفريقية، التي جعلت أسبقية التعبير للغات الإفريقية التي في مقدمتها اللغة العربية. والمسلمون لا يقبلون بديلا عنها بأي حال من الأحوال، وإن كانوا يرحبون تعلم لغة أخرى معها، وهذا جزء من شعورهم في هذا الموضوع. ولأبلغكم ذلك الشعور شفهيا ثم كتابيا، حضرت إلى مكتبكم طالبا عدم المساس باللغة العربية وإبقائها في المدارس الحكومية وغيرها كالسابق. كانت تدرس في المدارس الحكومية، ولكن حينما احتلت إثيوبيا بعد إلقاء الاتحاد الفيدرالي ألقت اللغة العربية واللغة التجرينية وأبدلت عنهم اللغة الأمهرية، حيث أنها للمسلمين وللدين الإسلامي بمنزلة الروح للجسد، هذه اللغة العربية. وأقدم إليكم هذا تأدية للواجب الملقى على عاتقي منهم، ووفاء للنصح الذي يفرضه علينا الدين الإسلامي لأمثالكم الولاة في مثل هذه المهمة. ثم قلتم لي معاليكم أن اللغة العربية ما زالت الدراسة مستمرة بها، وتأكيدا لذلك قد سألتم بالتليفون إدارة المعارف فأجابتكم طبقا لما ذكرتموه لي، ولكن قلت لكم هذا غير كافي، بل أطلب من معاليكم الإفادة الرسمية كتابيا. بالتليفون ما ينفع، لذلك يكون القرار قرار مكتوب، ونشرها كذلك في الصحف العامة، كما القرار الذي يمنع تدريس اللغة العربية واللغة التجرينية وإبدالهما باللغة الأمهرية جاء في الصحف الرسمية. لذلك الإفادة الرسمية تكون كتابيا ثم تنشر في الصحف الموجودة في إريتريا، ونشرها في الصحف تصحيحا وتوضيحا للنشرتين المتقدمتين آنفة، حتى يكون المسلمون على علم تام من مصير لغتهم التاريخية ومستقبل ثقافتهم الجديدة. هذا الخطاب الثاني الذي وجه للمفتش العام للتعليم الذي كان تابعا للإمبراطورية الإثيوبية. الصحف العربية في تاريخ في إريتريا، طبعا منذ بدأت الصحافة في إريتريا ظهرت الصحف العربية وانتشرت في القطر الإريتري انتشارا واسعا، وقد ظهرت أكثر من 20 صحيفة في خلال 20 عاما، إما باللغة العربية فقط أو باللغة العربية وغيرها من اللغات المحلية والعالمية. وكان طابع هذه الصحف والمواضيع التي تتناولها يختلف حسب الغرض الذي أنشأت من أجله وحسب الجهة التي تقوم بإصدارها وتمويلها. وقد كان سماحة المفتي إبراهيم المختار رحمه الله من أبرز المشجعين للصحافة العربية، وكان يمد هذه الصحف بالمقالات
والمعلومات ويكتب افتتاحيتها، وقد حرص على تدوين ما صدر منها في مؤلفه وذكر نبذا عنها. وفي إشارة إلى ما يعنيه انتشار الصحف العربية في إريتريا يقول إبراهيم مختار مفتي الديار الإريترية الأول: وحيث أن الصحافة هي المعيار الذي يجب أن يقاس عليه مدى انتشار لغة أي شعب من الشعوب، ففي مدة حوالي 20 عاما صدرت ما بين إريتريا وإثيوبيا 23 صحيفة عربية، وهو مما يقيم الدليل الكافي على تقلقل اللغة العربية في نفوس مسلمي أريتريا. ويشير سماحته أيضا إلى أن المناوئين أي المعادين للغة العربية من الاتحاديين أي حزب أندنت وغيرهم أصدروا صحفا عربية كذلك، وذلك لعلمهم أنها لا غنى عنها لهم من أجل الوصول إلى الرأي العام الإسلامي. حتى يصلوا إلى الرأي العام الإسلامي كتبوا رغم أنهم مناوئين ومعادين للغة العربية إلى الرأي العام الإسلامي في إريتريا، وهو اعتراف ضمني بمكانتها البارزة في القطر الإريتري. وفيما يلي تفصيل هذه الصحف: أولا الصحف العربية الحكومية وعددها 12. الاسم اليومية الأريترية، كانت بهذا الاسم، اسمها اليومية الأريترية. تاريخ الصدور حوالي 1347 هجرية الموافق 1928. جهة الإصدار الحكومة الإيطالية، كانت تصدر هذه الصحيفة في عهد الإيطالي باللغة العربية والإيطالية والتجرينية كانت تسمى اليومية الإريترية. كانت هذه الصحيفة تصدر في كل جمعة، تارة بصفحة واحدة وتارة بصفحتين، ثم صارت تصدر يوميا، اليومية الإريترية التي كانت تصدر باللغة العربية والإيطالية والتجرينية، وهي أول صحيفة صدرت بالعربية في إريتريا. الاسم ثانيا بريد الأمبراطورية، هذه كذلك صحيفة بعد احتلال الحبشة، امبراطورية الإثيوبية بعد احتلال الحبشة في عام 1355 هجرية الموافق عام 1936. جهة الإصدار الحكومة الإيطالية، الحكومة الإيطالية بعد ما احتلت إيطاليا الحبشة أصدرت بريد الأمبراطورية. جهة الإصدار الحكومة الإيطالية اللغة العربية. كانت هذه الصحيفة تطبع في أديس أبابا وتوزع على المسلمين في إثيوبيا وأريتريا. رابعا جريدة سافويا، هذه جريدة سافويا تاريخ الصدور حوالي عام 1934 الموافق عام 1353 هجرية. جهة الإصدار الحكومة الإيطالية اللغة العربية. كانت هذه الجريدة ذات طابع عسكري وكانت توزع على الجنود في أريتريا. نعم، فإذا هذه هي الجرائد التي كانت تصدر في عهد إيطاليا باللغة العربية والتجرينية وكذلك. فإذا خامسا جريدة العلم وتاريخ الصدور عام 1360 الموافق 1941 بعد رجوع امبراطور الحبشة هيلي سلاسي الأول إلى عرشه. جهة الإصدار الحكومة الإثيوبية، جريدة اسمها العلم وما زالت الآن في أديس أبابا باللغة العربية والأمهرية. كانت
تطبع في أديس أبابا وتصدر أسبوعيا. الجريدة السادسة هي الأسبوعية الإريترية، تاريخ الصدور شهر رجب 1361 هجرية، الموافق أغسطس 1942، وجهة الإصدار الإدارة البريطانية. إلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.